السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتمام صحة وسعادة. النهارده اكلتنا سهلة وسريعة، وكمان بنحارب الغلاء بما ان الدنيا غالية بقى والايام دي غالية. يلا بينا من صدر فرخة هنشوف هنعمل اكلتنا النهارده سهلة وسريعة والكل هيحبها. عندك صدر فرخة، هنعمل أكلة حلوة جدا تكفي عيلة. زي ما احنا شايفين كده قطعتها قطع صغيرة كده بالشكل ده. بعد كده تبليها بملح وفلفل وأسمر وبابريكا ورشة من 7 بهارات. تمام. ومعلقة من بهار الفراخ. قلبتها بالشكل ده ومعلقة خل. وبعد كده سبتها تتنقع كده وتتبل بالايه، بتشرب التتبيلة بتاعتنا. بعد كده هعفرها بالدقيق. هضيف عليها شوية دقيق صغيرين صغيرين كده بالشكل ده. بعد كده هقلبها كويس بالشكل ده كده. انا عايزاها بس تاخد ايه، تتعفر تعفيره بسيطه كده. بعد كده معايا هنا بقى طاسه على النار. تمام، او قلايه او اي حاجه عندك. هضيف فيها معلقتين زيت بالشكل ده كده، وهبدا انزل بالفراخ بتاعتي. وفايده الدقيق هنا ان انا حطيته علشان تتحمر. طبعا مش هنزل الا لما الزيت يسخن كويس. اول ما الزيت بيسخن باخد الفراخ بتاعتي وانزلها. زي ما قلنا انا حطيت هنا الدقيق علشان تتحمر معايا، تاخد لون بسرعه. وفي المرحلة دي معايا الفراخ ما بقلبهاش خالص ولا اي حاجة، وكمان لازم النار تكون عالية في الوقت ده علشان خاطر ما تنزلش مية ولا اي حاجة. انا عايزاها تنشف. اول ما بلاقيها اخدت لون بالشكل اللي معايا ده كده ببدأ اقلبها تمام لحد ما كلها تاخد نفس اللون، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بقلب فيها لحد ما تاخد اللون كامل، كلها تاخد نفس اللون، وبعد كده هنشوف الخطوات الباقية. بعد ما اخدت معايا اللون ده كله كامل هبدأ انزل عليها ببصل مقطع. ممكن تقطعي شرايح، تقطعي ناعم، زي ما تحبي، اي حاجة زي ما تحبي. مع التقليب طبعا المستمر، وزي ما قلنا النار تكون عالية علشان خاطر الفراخ بتاعتي ما تنشفش وتبقى جوسي وطعمها لذيذ. تمام. هي طبعا الفراخ كده تعتبر استوت خالص، فببدأ بعد ما حطيت البصل بقى مجرد ان هو هيدبل، وهنزل بالخضار بتاعي، لان انا عايزة طعم الخضار يكون ظاهر، ما يبقاش محري وملوش طعم. يبقى طعمه حلو كده معاكي، هيديكي طعم ومزازة مختلفة تماما. طبعا الريحة مش عايزة اوصف لكم، بجد تحفة تحفة تحفة. بعد كده اما البصل اللي بيدبل معايا بنزل بمعلقة هريسة بالشكل ده كده، وهقلب تقلبتين. بعد كده هبدأ انزل بباقي الخضار بتاعي، واللي هو عبارة عن طماطمايه مقطعة برضو بأي طريقة انت تحبيها، وقرن فلفل وشطة. وتقدري تستبدلي اي حاجة او تستغني عن اي حاجة. تمام. هنزل كده بالخضار بتاعي وهبدأ اقلبه تقلبتين كده، وبكده خلاص تمام. الفراخ بتاعتي بقت جاهزة معايا وفي منتهى الروعة. تقدري بقى تستخدمي جنبها مكرونة، سندوتشات، تعملي شاورما، تعملي اي حاجة. بصراحة تحفة تحفة، مش قادرة اوصفلك الريحة. بس طبعا هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، شوية رشة كده من الفلفل الاسمر، رشة من البابريكا، وكمان 7 بهارات، ورشة من معلقة البهار فراخ، وبكده وملح. هتظبطي بقى الملح بتاعك وهتلاقي الاكله بصراحه تحفه تحفه تحفه. مش عارفه اوصفلك الريحه، بجد خطيره. ان شاء الله يعجبكم الوصفه وتجربوها. لو عجبكم الوصفه ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو لسه اول مره تشوفي القناه يا ريت تشترك فيها فضلا وليس امرا، وتفعل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وطبعا بس حبيت افكركم ان احنا حاطين رشه من كل حاجه بسيطه، لان احنا اساسا بالفعل متبلين الفراخ من الاول. بس احنا حطينا الحاجات، الرشه اللي احنا حطيناها شويه صغيرين من البهارات علشان خاطر الخضار اللي احنا ضفناه مع الاكل مع الفراخ. وبكده طبعا الاكله بتاعتنا جاهزه، بس هنقلبها تقلبتين كده ومفيش ثواني بحيث انها تاخد طعم التوابل اللي احنا حطيناها. وكده اشوفكم على خير وبألف هنا وشفا.
على قلوبكم يا رب. اتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.